الذين كفروا، ومنهم من يعرف المغرب لغيظ بالنسبة لما كتب ولما قرئ، وظنوا أنها مغامرة، وظنوا أنها عملية سياسية تمكننا من تغطية عيوبنا ومشاكلنا. والحالة هذه أن الذين قالوا هذا الكلام أو كتبوه ينقسمون إلى قسمين، فمنهم من يجهل المغرب ولا حرج عليه، ومنهم من يعرف المغرب ومع ذلك كتب عليه ما كتب أو قال فيه ما قال، وما ذلك إلا لغيظ في نفوس الذين كفروا، وما ذلك إلا لحسد وحقد ضد هذا البلد الذي ولله الحمد أعطى وسوف يبقى يعطي الأمثلة والدروس لغيره.